يا مساء الفل والهنا والحب والسعادة. مساكم زي قلوبكم البيضة الصافية. وحشتوني جدا، ملكوش دعوة بصوتي. ما تشغلوش بالكم، انا دايما في الشتاء ببقى كده وانتوا خلاص حفظتوني. بجد مفتقداكم قوي قوي قوي. يلا بينا نشوف مع بعض فيديو النهاردة. يلا بينا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم يا رب انصر إخواننا يا رب وفرج كربهم وانصرهم وانزل عليهم الدفء يا رب، وأطعمهم من طعامك يا رب العالمين، واجبر كسرهم ربنا يا رب. مع إخواننا ينصرهم نصر عزيز مقتدر إن شاء الله. وحشتوني جدا جدا. طبعا انتوا كنتوا مستنيين الأجازة تيجي عشان ننزل فيديوز للنشاط وللحيوية ولتنظيف البيت وترويقه. بس انا اتأخرت عليكم ليه بقى؟ عشان كنت بروق نفسي الاول. طب تقولوا لي ازاي؟ اقول لكم لازم نفصل. مفيش حاجه اسمها الامتحانات خلصت واحنا كان طالع عينينا مع العيال، يلا هوب نشوف الشقه بقى اللي باظت مننا. لا 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 لا، ستوب. ما هنا لنا هنا واقفه. نشوف نفسنا الاول ونظبط حالنا عشان يبقى عندنا قدرة على ان احنا نكمل ونعمل الحاجات، المسؤوليات اللي ورانا واللي احنا محتاجين نعملها. طب يا حنان غشاشينا، قولي لنا انت كنت قاعده بتعملي ايه؟ انا كنت قاعده باكل وبشرب وبصلي وبنام فقط لا غير. ما بعملش اي حاجه تاني في الحياه غير كده. عشان اقدر اقوم اشوف اللي وراي. ما هو انا ببقى في ايام الامتحانات مضغوطه جدا جدا. مانيش قادره ان انا يعني اعمل اي حاجه او اتلفت جنبي، قاعده للمذاكره وبس. خلصت بقى المذاكره، نجريش بقى نشوف الشقة والكلام ده، لا احنا مش روبوتس. نروق بقى على نفسنا ونشوف حالنا، نعمل حاجات بنحبها، ننام كتير ما دام ما بنضيعش، يعني نصلي وناكل وننام وننام وناكل ونصلي. الاكل موجود في التلاجة. عندك جبنة في التلاجة، رد رسمي لأي حاجة. اللي جعان ياكل ايه؟ ياكل جبنة، حاجة معروفة يعني، هذا ما وجدنا عليه آباءنا. ف خلاص بقى ارتحت الحمد لله رب العالمين. بصيت حواليا بقى، لقيت بقى مهازل. ازعل؟ لا. اتضايق؟ طبعا لا. اشد في شعري؟ استحالة. على طول بقى قمت بدأت انظر حولي كده وقلت ابدأ بالبلكونة. البلكونة هي اكتر حاجة بتتبهدل كتير، انا تعتبر في الشارع. بس انا مش قادرة اقول لكم، لما البلكونة بتبقى مترتبة ومتنظمة ومفيش فيها تراب، انا نفسيتي بتبقى مرتاح. يعني في حاجات كده، الاتنين تويلت، المطبخ، البلكونة، الحاجات دي حاجات بتديني راحة نفسية حتى ولو بقيت الشقة كلها متدربكة. قمت داخله بقى على البلكونه. داخله على البلكونه ايه؟ سامعه كنت بتقول اهو حتتك بعتتك. دخلت بقى على البلكونه، مسكتها، نفضتها حته حته. قلت بقى دي محتاجه كده تنظيفه جامده. انا ما بقتنعش اصلا بان احنا بننظف البلكونه تنظيفه جامده، بس انا ممكن كل 3 سنين كده انضفها بالطريقه دي، لان احنا يعني الانسان لازم يبقى عنده سنس في حياته كده، يبقى يفكر بعقلانية. البلكونة شيء في الشارع، انا هنضفها النهاردة اهو، وجعت عليها ظهري، وجعت عليها رجلي، وجعت فيها دراعاتي، بكرة هتبقى اتبهدلت. فالبلكونه بننضفها بالعقل. يكفي ان انا المعها كل يوم واشدها بالمكنسه وانفض تنفيضه بسيطه، تنظيف عميق للبلكونه. انا شايفاه تضييع للوقت. يحصل امتى بقى؟ يحصل لما يبقى عدى كده 2 3 ما نضفناش البلكونه تنظيف عميق. يمكن من اول ما القناه اتفتحت وانا ما نضفتهاش تنظيف عميق، ان اشيل فيها مشايه او اشيل الحاجه كده او انضف كده. فبقول بقى اعملها علشان بقى احس بالنظافه كده واشم ريحه النظافه. زي ما انتوا شايفين بقى، نظفت كل حاجه ونفضت كل حاجه، ودخل على اوضه الليفينج، ورفعت الكراسي على الاسوار بتاعه البلكونه. عايزه اقول لكم بقى، انا من الناس اصلا سبحان الله العظيم ما بعرفش اشتغل، ما بعرفش املى كوبايه ميه وانا لابسه النقاب، ما اعرفش اطبخ طبخه وانا لابسه النقاب، ما بعرفش ابدا. فانا عايزه اقول لكم انا بعاني عشان اصور لكم فيديوز وانا بعمل روتين. طبعا بالملحفه وبالنقاب بتبقى مش قادره اقول لكم صعبه بالنسبه لي قد ايه، بس انتوا تستاهلوا اكتر من كده بكتير. كفايه دعمكم وكفايه تشجيعكم ليا. وان شاء الله باذن الله يعني انا علشان بفكر للقناه دي في افكار حلوة كتير، ربنا ييسرها لنا من كرم ومن فضل ان شاء الله، فكل حاجة علشان هتهون. عايزة اقول لكم بقى
ان انا الحمد لله الفيديو ده انا مصوراه بالموبايل بتاعي البايظ الضايع، ما بعرفش اخد بيه دايما غير كادر واحد. لو تلاحظوا وتاخدوا بالكم اللي هو الكادر اللي واقف ده، لو الموبايل هزيته لفوق او لتحت او حركته يمين او شمال وهو على الرينج لايت ما بيجيبش الكاميرا بتتهز. وانتم يمكن اوقات بتلاحظوا الهزات دي في فيديوز معينه، ببقى بحاول القط لكم بيها حاجه. فانا الحمد لله اخيرا غيرت تليفوني وبقى عندي كاميرا حلوه. يعني انا كنت بين نارين، ان انا اصلح الكاميرا بتاعه التليفون ده عشان اقدر اشتغل بيه، وبين ان انا اشتري تليفون جديد. وانا بجيب تليفونات بتبقى يعني اسعارها غالية شوية، فكنت مترددة من التليفون الجديد وعمالة اقول لا خلاص مش لازم اصرف دلوقتي، وهصلح الكاميرا. ما بين بقى الحيرة دي وانا عمالة اخد رأي جوزي ونتكلم وبتاع، اتفاجئت بيه ان هو جاب لي التليفون الجديد، فضيع عليا بقى الحيرة والتردد وخلاص الحمد لله. فالفيديو ده اخر فيديو انا مصوراه بالفيديو القديم، عشان كده بقى ممكن الكادر اللي انتم متعودين عليه. بس انا اوعدكم بقى ان ايه هنغير في التصوير الايام اللي جايه، الحاجه هتبقى واضحه اكتر والالوان هتبقى اجمل. والله المستعان. انا عايزه اقول لكم تليفوني اللي انا جايباه ده القديم ده يعني معايا بقاله فترة كبيرة قوي، معايا بقاله يمكن 6 سنين. انما هو علشان ايفون فما شاء الله قعد سنين طويلة، والكاميرا بتاعته فضلت بجودة حلوة قوي. بس خلاص بقى يعني كل شيء هالك الا وجهه سبحانه وتعالى. المهم صدعتكم ورغيت معاكم، برمت بقى السجادة والمشاية ونفضتها كويس قوي. طبعا انا بقى عندي ازمه كبيره قوي، لازم كلكم تسمعوا حكايتي. المكنسه جيت اشغلها عملت شارز كده، هي عمرها يعني بصراحه المكنسه دي بقالها 20 سنه، ممكن ازيد، لا 20 سنه بالظبط. توشيبا، ما شاء الله لا قوه الا بالله. انا عايزه اقول لكم المكنسه دي لو بتتكلم كانت قالت كلام مش حلو خالص في حقي. المكنسه دي بجد عانت، يعني كنست شقق كتير قوي وفي الشقه هنا ما بتبطلش ور ابدا. انا من النوع اصلا ما بطلعش مقشات، يعني انا المقشه اليدوي دي ملهاش مكان عندي. انا بيبقى عندي التوينز الصغير اللي هم الفرشه والجاروف، المقشه الكبيره دي ملهاش وجود بالنسبه لي في الحياه ابدا. فبقيت عايزه الشقه متبهدله وعايزه انضف ومفيش مكنسه، قلت يلا بقى نرجع بقى الحاجات والعادات بتاعت زمان. قمت مديها كنس بالمقشه اليدوي، وبعد كده بقى جبت الطبق المتين اللي فيه حطيت فيه شويه اريال صغيرين عشان السيراميك ما يغيرش، وحطيت المعطر البلانكو بتاع الهدوم فيها. يا خبر ابيض على الجمال. ممكن احط شويه كلوروكس الوان، واوقات ما بحطش. ريحه المعطر دي نفسها لما بنمسح بيها وبتبقى في ميه المسح، يا خبر ابيض مش قادره اقول لكم. بصوا بقى الارضيه بقت بتلمع بتبرق، حاجه تحفه. رجعت بقى كل حاجة وكل حاجة اتظبطت وبقت جميلة. شايفين الهوا؟ انا بقى لما ببقى في الصيف وبصور لكم ببقى بشر وبنصهر. انا بقى المرة دي لابسة النقاب ومش عارفة اتعامل بيه قوي في التنظيف وفي المروح والمجي كده، بس مش قادرة اقول لكم الهوا جميل قد ايه. انا من الكائنات اللي بقعد وانبسط قوي كده واتكيف لما ابقى قاعدة في درجة حرارة تحت الصفر لما يبقى الجليد حواليا كده ببقى مبسوطة. غير كده بقى ما بعرفش اتعامل. طبعا في ناس بتحب الصيف، انا من المخلوقات اللي بحب الشتاء جدا جدا جدا. بحب الصيف في حالة واحدة بس، لما بقى قاعدة قدام البحر احب الصيف واموت فيه. انما اروح بقى ويبقى الاوضة اللي انا فيها مقفولة من الاربع حيطان والباب مقفول عشان التكييف شغال، ما بحبش ده ابدا ابدا. الشتاء بتبقى برد بس انا كمني على طول بتحرك على طول كده، فجسمي بيبقى على طول سخن، بننضف بنعمل بنسوي بنجيب. فانا بحب الشتاء جدا. خلصت البلكونه شايفين، مسكت بقى المقشه. حتى المقشه دي كنت شايلها في الصحارى، دورت عليها وطلعتها وركبت لها اليد بتاعه الزعافه. نزلت بقى بالمقشه على السجاده على طول. ايه حتتك بتتك عايزه اقول لكم احنا عندنا النهارده باذن الله مسابقه. مش عارفه انتوا هتصدقوني ولا لا. هتصدقوني طبعا. انا لحد اللحظه اللي بكلمكم فيها دي كالعاده مش عارفه ايه هي المسابقه، بس سبحان الله والله هي بتجيلي فجاه كده. يعني اقعد افكر طول ما انا بكلمكم، طب تبقى ايه هي المسابقه، طب اقول ايه، طب اسوي ايه، وبتقعد بقى تجيلي كده وانا باصه في الفيديو وهو بيتمنتج وانا بسجل لكم عليه. اقعد بقى ابص اقول اسالهم على كذا، طب اسالهم على كذا. انا ببقى مبسوطه قوي بالمسابقات، وبيبقى ليكم
تكتبوا لي شويه يعني كومنتز، انا بموت على نفسي من الضحك بجد والله. وبتبقى فقرة لذيذة قوي، بحبكم فيها قوي يعني بجد، بحس ان انتوا اخواتي. وعايزة اقول لكم انتوا في منكم كتير كتير منكم بقوا اقرب لي من ناس كتير قوي قريبة مني في الواقع. فربنا يخليكم ليا يا رب، وتدوموا في حياتي كده دايما مشجعيني ودايما واقفين في ظهري، ودايما كده حاسة ان انتوا معايا طول الوقت. لما يعني تلاقوا ناس بتحبكم في الله وانتوا تبادلوهم نفس الشعور، دي بتبقى حاجة جميلة وحاجة كويسة قوي. فربنا يخليكم ليا يا رب. من نفس الطبق بقى اللي انا عملت فيه كده، وارمي المية بقى، وبالمقشة بقى على طول بقى نزلت على السيراميك. في العادة دي يعني في العموم انا مش بعمل كده يعني، لان المكنسة بتبقى موجودة، بشفط كل التراب بالمكنسة، وبعدين ببقى مغطسه المساحه بس هي في الخلطه اللي انا عاملاها بالمسحوق والحاجه دي، وبمشيها على سيراميك. اكمن النهارده ما فيش مكنسه، فعمري ما كنت هحس بالنظافه ابدا غير لما اعمل العمله دي، واشم بقى في روايح النظافه والروايح الجميله. الواحد بيتمنى طول الوقت يبقى قاعد شامم ريحه التنظيف، والنظافه فعلا ليها ريحه، والترتيب بيريح نفسيه الانسان. مش عارفه ازاي في ناس ممكن تقعد، مش بتكلم على اللي يتعب او بتكلم على اللي عنده بيبي بيسهر، ولا بتكلم على اللي بتشتغل بره وبتشتغل جوه، لا، في ناس طبيعتها كده، هي كده ممكن ما يبقاش شاغل بالها ابدا ولا فارق معاها، الدنيا مكركبه، الدنيا تضرب تقلب، طب عملت ايه ما عملتش ايه، مفيش. معلش بقى الافكتز كتيرة في الفيديو ده عشان التوطية والحاجات دي بداري بيها، فمعلش. بصوا بقى، شايفين؟ صدقوني بقى الجو الأوضة ده في الوقت ده ما كانش محتاج مع الدفاية والقرآن الكريم اللي شغال ده غير كوباية سحلب بقى وعليها شوية سوداني، تقعدي بقى تشربي كده وتسيبي كده الدنيا وتنسي همومها. انا طبعا ما عملتش كده، انا غلبانه، خرجت على الليفنج على طول انضفها، بصيت على الاوضه كده وقلت يا نفسي امسك كوبايه سحلب كده واقعد اشرب، بس قلت لا، اخلص اللي ورايا. انا من النوع لما بيبقى ورايا حاجه، ورايا تنظيف وترويق، ما بعرفش ولا اكل ولا بعرف اشرب ولا اقدر اريح اقول اشرب حاجه وارجع اكمل. في ناس تقولك لا انا اعمل على مراحل، اشرب حاجه طب اتغدى، طب لا، انا ما دام بدات تنظيف خلاص ما اعملش اي حاجه غير ان انا اخلص اللي ورايا. وعلى طول بص، ونزلت على السفل ده طبعا بتاع الوزره بتاعه السيراميك دي، بشفطها بالمكنسه، وما فيش مكنسه، كنت مش قادره اقول لكم تعبانه قد ايه. قمت على طول بقى بالمقشه، ادي على طول الوزره دي، خليتها زي الفل، وبعديها الم بالمساح. عايزه اقول لكم بقى، طول ما انا كنت بنظف وكنت واقفه بروق وبرتب، عماله اذكر ربنا واسبح ربنا سبحانه وتعالى، واصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد اشرف الخلق صلى الله عليه وسلم. صلوا على النبي في التعليقات، صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. الصلاة على النبي يا بنات هتغير الأذكار، هتغير حياتك. أنا قلت لكم قبل كده كذا مرة وبقول لكم باستمرار، قولوا الأذكار في حياتكم طول أوقاتكم، تاكلي، بتشربي، هتنامي، صحيتي من النوم، خارجه داخله، قولي الذكر الخاص بكل حاجه. وطول ما انت قاعده بقى عيشي بقى ما بين نفحات وجمال، واحنا في الاشهر الحرم، الذكر، استغفري شويه، حوقلي شويه، بلا حول ولا قوه الا بالله، لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. صلي على النبي بالصيغه الابراهيميه. يعني الذكر ده جنه في الدنيا، من غير ما تبقي بتجربي ربنا سبحانه وتعالى بيقين ان الذكر بيغير حياتك، هيغيرها فعلا. وهتيجي تقولي لي حنان الاذكار غيرت حياتي، هقولك ما انا مصدقاكي لانها غيرت حياتي انا كمان. خلصنا خلاص، كنت عامله خطه معينه، مش لو ايه حصل مش هزود عليها، اني اخلص البلكونه واخلص اوضه الليفينج واخلص اوضتي. طبعا انا كعبولي الكسول لحد دلوقتي ما نزلتش اجيب السجاده. تقولي لي العيال عاملين ايه يا حنان في الاوضه دي وفي السيراميك؟ اقول لكم احنا
يعني مشغلين تدفئة في البيت طول الوقت، بنقفلها بس قبل ما ننزل، دي حياتنا. وفي الصيف شغالين مبردين البيت طول الوقت، يعني طول كل فصل بنبقى ايه مهيئين جو البيت، فهما ما فيش السقعيه الاوفر يعني. بس انا طبعا مقصره، طبعا بهزر ان انا ما جبتش السجاده. نروح على طول للرز بلبن ونقول طريقته، طريقه المحلات اعتمديها، مالكيش دعوه باللي انت شفتيه في الفيديو، اسمعي الوصفه اللي انا هقولها لك هي نفس اللي انت شايفاه، بس هنقلل نص كوبايه. انا احط بالظبط دول 4 لتر حليب، وهقول لك برضو مقادير للتر الحليب الواحد بس. 4 لتر حليب عليهم 3 كوبايات رز. تمام. هحط اللبن يغلي، اسقط فيه الرز من غير ما اسلق الرز ولا اي حاجه، هحطه ني، وبعد كده هيغلي غلوتين 3، هطفي عليه النار، اسيبه 10 دقايق، ارجع اعلي عليه النار تاني، اشغل عليه النار واقلبه، هتلاقي الرز استوى. هحط بقى كريمه لباني، انا بجيب كريمه لباني انتوا شفتوها دلوقتي وانا بحطها في العلبه البلاستيك دي من عند اللبان، بجيب من لبان موثوق منه قوي. شايفين الكرمشه، شايفين الجمال. حطيت الكريمه اللباني، حطيت فانيليا، حطيت السكر. ما عندكيش كريمه لباني حطي شويه قشطه، ما عندكيش شويه قشطه ما تحطيش، حطي السكر وحطي الفانيليا وقلبي كويس وسمي الله، وان شاء الله هيطلع تحفه. شايفين الكشكشه والقرمشه جميل بجد، مش قادره اقول لكم. طعمه كان في منتهى الجمال. طعمه، اسمعوا مني وصدقوني في وصفتي دي، طعمه زي اجمد رز بلبن ممكن تجيبيه من اي محل. يمشوا على الوصفه زي ما انا قايلاها وبس كده. عندك اي استفسار ما ظهرش في الفيديو ولا ظهر في كلامي، اساليني في التعليقات وانا هرد عليكي. طبعا ورايا تنظيف، وخلصت التنظيف وخلاص كنت تعبت وعملت الحاجه الحلوه الرز بلبن، يبقى اعمل اكله سريعه جدا جدا. عملتها معاكم قبل كده، قلت اعمل بقى رز اصفر بالزبيب. عايزه اقول لكم مفيش اطعم ولا اجمل في الحياه من الرز المصري. انا بحب الرز المصري جدا، وما بحط عليه الخلطات والتحبيشات، سواء هنحشي بيه حاجه، سواء هعمله زي البسمتي بالظبط، سواء هعمله رز كبسه، بيبقى اطعم والذ بكتير قوي من الرز البسمتي. طبعا دي اذواق، وانا باكل الرز البسمتي برضو وبحبه. فانتوا قولوا لي، اكتبوا لي في التعليقات بتحبوا انهي رز اكتر، الرز المصري ولا الرز البسمتي. المهم جبت شويه الزبيب وشوحتهم في شويه زبده، وقمت حطيت ميه، وبعد كده بقى حطيت قرفه، حطيت رشه كزبره صغيره، حطيت ملح، حطيت رشه فلفل صغيره، حطيت 4 حبهان، حطيت 5 ورق لورا، حطيت قرفه كتير كتير كتير، حطيت قرفه خشب كمان، حطيت معلقه واحده بس كبسه، حطيت رشه صغيره قوي من الكاري. جربوا الخلطه دي جميله جدا، مش قادره اقول لكم العيال يعني هياكلوا صوابعهم وراها. او تقدري تعمليها بالفراخ وتقدري تعملي الفراخ جنبها، انا عملت جنبها الشيش، عملته معاكم قبل كده اكتر من مره. دلوقتي بقى عايزه اقول لكم المسابقه بسرعه بسرعه، نشوف مين بيتفرج على الفيديو كده كويس ومركز. غسلت الاطباق اللي عندي، ماركتها ايه يا حلوين؟ يلا اول واحده هتقولي الاجابه ان شاء الله الجايزه 150 جنيه. ونفسي كده اقول لكم الجايزه 1500 جنيه ان شاء الله قريب باذن الله، ربنا ييسر امرنا يا رب. فايه هو نوعها؟ خلاص بقى انا الشيش عملته قدامكم قبل كده كذا مره. غسلت الاطباق ماشي، ركزوا. طلع بقى، بصوا تقدروا وقت ما انا ما حطيت الرز ده دلوقتي هتبقى انتي مسويه الفراخ، مسويها بنفس قبل ما تحطي الرز. يعني انا دلوقتي كانت الميه بتاعه الرز قدامي، سقطت فيها الرز، ساعتها بقى لا، هبقى اخلص الفراخ دي الاول بالطريقه دي. انا عملتها لكم قبل كده كتير وقلت لكم على طريقتها كتير، ارجعوا للفيديوز وشوفوها لاني عاملاها اكتر من مره. الفراخ دي لو عملتيها مره واحده هتبقى ادمان. ربنا يوسع عليكم ويرزقنا ويرزق المسلمين كلهم يا رب، ويطعم أهل غزة وأهل فلسطين، وربنا يا رب يعني يهون عليهم البرد والشتاء إن شاء الله. ادعوا لهم دايما دايما دايما، اوعوا تنسوهم، اوعوا تتعودوا على المشهد، إياكم دعاء دايما باستمرار. ربنا بيستجيب لأدعيتنا إن شاء الله مدام من القلب، لأن هم إخواتنا وإخواننا. المهم بقى قبل ما خلاص بقى هتبقي خلصتي الفراخ زي كده،
الشيش انا بحب اعمل الطريقه دي بالشيش لان الصدور بتبقى ناشفه شويه. هتحطيها بقى في الميه مع كل التوابل اللي انت حطيتيها قبل كده، بس هتزودي بقى على دي شويه قرفه، نص معلقه بهار كبسه، وتحطيها في الميه. هبقى اعملها لكم في مره ان شاء الله، لان دي انا ما نزلتها لكمش قبل كده. وتقلبي بقى في الميه، تحطيها تاخد غلوه واحده بس، يعني مش غلوه، يا دوبك بعد دقيقه واحده، لان انت هتبقي اوريدي مسويه الفراخ او حطها ايه 3/4 سوا، وتقومي حاطه الرز تقليبه بقى. هيطلع الرز بالفراخ ما اقولكيش، يعني مش قادره اقولك هيطلع عظيم قد ايه. بحبكم جدا، بموت فيكم، تدوموا في صحة وعافية وهنا. مش هتأخر عليكم في الفيديو تاني، كل مرة بقول كده وبطلع عيلة، بس أنا هحاول. ما تنسوش اللايك، لو أول مرة تشوفوا قناتي دوسوا على الاشتراك وفعلوا الجرس عشان الفيديوز توصل لكم. عايزاكم تدعموني وتشجعوني، ما تنسوش تعليقاتكم الحلوة، لايك قبل ما تشوفوا الفيديو طبعا. تدوموا في صحة وهنا وعافية وخير ورزق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.